كان الحبق والسوسن في حجر نبيل عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. كان واحد الراجل مزوج مرة طيبة ونية الله، كانت والدة ليه وليد وبنية، ومن بعد مدة ديال الزواج قرر يجيب مرة أخرى، وكانت هاد المرة من أشر خلق الله، وحتى هي ولدت وليد وبنية. بقاو عايشين في خيمة وحدة، وكانت المرة الثانية ما تطيق ضرتها وديما ناوية ليها الشر. وفي واحد النهار من ايامات الله مشاو للوادي يغسلوا الصوف وخلاو وليداتهم في الخيمة. مني غسلوا الصوف وسالاو بغاو يرجعوا، قالت المرة الثانية لضرتها: هاد الصوف تقيل علينا، وانا وياك ما عندنا جهد نهزو حتى الخيمة، والطريق راه طويل علينا. غدا نضربك بحزامي وتولي بقرة، وغدا نهز عليك الصوف، ومني توصلي نعاود نضربك وترجعي كيف ما كنتي. وثقت فيها ورجعت بقرة ومشات هزت فوقها الصوف. مني وصلوا للخيمة تفاجئوا وليداتها وعنقوها وبداو يبكيو. سولها الراجل: اشنو هو هذا؟ جاوباتو المرة الثانية: انا كنت كنصبن وملهية حتى شفتها كتركل ورجعت بقرة، وهزيت عليها الصوف ورجعت. بقات البقرة مسكينة كيخرجوها ولادها كل صباح ترعى، ومرات باهم ما كتعطيهم لا ماكله لا شراب، كيبقاو النهار كامل كيتقطعوا بالجوع ويبداو يبكيو على امهم: امي نمتي راه جانا الجوع وما عندنا ما ناكلو. كتحل ليهم فمها وكيدخلوا فيه كيلقاو كل ما كيتشهاو، كياكلوا ويخرجوا فرحانين ورجعوا لخيمتهم ناشطين. مرات باهم كتبقى غير تشوف وتستغرب كيفاش هي ما كتعطيهم لا ماكله لا شراب وهما باقي ما دبال حالهم، ولادها غاديين يدبالو. مشات عند ولدها ووصاتو يمشي معاهم ويعاود ليها كل ما يطرى ويجرى. صباح الصباح ومشاو يرعاو البقرة، ومعاهم هاد المرة خوهم. غاديين ويلعبوا هما فرحانين بخوهم، وبقاو يرعاو هذيك البقرة. جاهم الجوع وما عرفوا كيف يديروا. قرروا يعاودوا لخوهم وعاهدوهم باش ما يقول والو. مشاو عند البقرة وقالوا لها: حلي فمك يا دلالي، حلي فمك يا دلالي، يرحم امي وخوالي. حلات فمها ودخلوا كيف ديما، لقاو كل ما كيتشهى الخاطر. كالو حتى شبعوا بثلاثة بيهم، ومني خرجوا عاودوا وصوا خوهم تاني وعطاهم العهد سرهم في بير. مني رجعوا للخيمة شدات مرت باهم ولدها وبقات كتسول فيه، وهو كيمثل وكيقول ليها: راه فيا الجوع وما لقيت والو ما ناكل. وبقات تعاود وتسول، وهو حلف ما يعاود ليها. ما ثقتش في ولدها ووصات بنتها باش تمشي معاهم الغد. الغد هما غاديين فرحانين بختهم، بقاو يلعبوا وينقصوا. مني وصلت وقت الماكله مشاو عندها وصارحوها وعطاتهم العهد. مشاو عند البقرة وقالوا لها: حلي فمك يا دلالي، حلي فمك يا دلالي، يرحم امي وخوالي. حلات فمها ودخلوا بثلاثة بيهم، بقاو ياكلوا، واختهم اللي كلات منه كتخزن منه شويه بلا ما يشوفوها. مني شبعوا خرجوا عاودوا وصوها مرة أخرى. مني رجعوا لخيمتهم مرت باهم شدات بنتها باش تعاود ليها كل شيء. البنت حطت السرة كاملة، والمرأة شعلات فيها العافية ومشات عند راجلها وقالت ليه: اليوم ما تباتش البقرة عندنا، راه عييت ولادها هما باقين صغار. قرروا يذبحوها. مني عرفوا الولاد مشاو عند باهم بقاو يطلبوه ويرغبوه، ولكن باهم راسو قاصح وقال لهم: البقرة غادي تذبح. البقرة مني سمعت الهضره هربات وما قدروا يشدوها. شدات المرة الثانية ولاد درتها وسلخاتهم باش يجيبوا البقرة. خافوا منها مساكن ومشاو جابوها. شدها الراجل وذبحها وفرقوا اللحم على الجيران.
واللي بقى درتو يطيب. ولكني هاد اللحم حلاف ما يطيب ليها بالساعات والسوايع. في الاخر حلت عليه وذاقت شويه منه، صدق واحد ليها ومست في البلاصه. نادو وليدات المرة الاولى، جمعوا العظومه ديال البقره ومشاو عند الجيران، طلبوا منهم العظومه، جمعوهم وداروهم في قفه وخلوا الماء يقطر عليهم. بالايام والليالي ترموا العظام بقدرة الله. في واحد الصباح لقاو امهم حداهم، فرحوا بها وكملوا ايامهم. والمرأة بقات كتعامل ولاد درتها بالخير. هنا سالت حكايتنا، وميعادنا في حكاية جديدة ان شاء الله.